السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. النهارده يا حبايب قلبي الفيديو مختلف خالص، هنعمل روتين خفيف كده. هنخبز عيش وننضف البيت ونحشي وحبة شغل كده هنعملهم. يا رب كده الفيديو بتاعي يا حبايبي يعجبكم وينه الاعجاب. ولو عجبكم حطوا اللايك، واهم حاجة اللايك. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يبان لاكبر عدد من الناس. وحبايبي اللي اول مره يشوفوا الفيديوهات بتاعتي وما اشتركوش في القناه، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه. هنسمي الله وندخل على الفيديو بتاعنا الجميل، وقبل ما ندخل نصلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنا الصلاه بقى يا حبايبي، احنا بس هنسوي الفرش على خفيف كده. والبيت كله طبعا نظيف، بيت نظيف، بس الصاله اللي كانت يعني نفضتها كده وسويت الفرشه ما شاء الله. وهندخل بقى على المطبخ بتاعنا، ورانا شويه مواعين الصراحه امبارح ما قدرتش اعملهم. فقلت كده نعملهم مع بعض وندردش مع بعض شوية يا حبايب قلبي. قبل كده انا قلت لكم ان انا عايزة امشي البلد، يعني جوزي عايزني امشي. بس انا مش عارفة اعمل ايه، انا مش عارفة الصراحة اعمل ايه لحد دلوقتي وانا مترددة. يعني ساعة اكون عايزة امشي وساعة اكون حابة العريش ومش عايزة اسيب العريش. بس انا والله يعني ممكن، يعني عملت صلاة استخارة وعملت ده وده، انا مرتاحة هنا في العريش الصراحة يا حبايبي. وما يعني مش هعرف اعيش في اي مكان تاني غير في العريش هنا في بيتي. انا هروح في البلد، في بيت عيلة طبعا انا ليا شقتي فيه. بس مش هنرتاح مع بعض طبعا، لازم يعني انا اتعودت ان انا قاعدة لوحدي في بيتي، في حياتي مستقلة. ماليش دعوة طبعا بحد، فما ينفعش ان انا انزل في البيت ويبقى معايا ناس فيه، طبعا مش هاخد راحتي. فقلت بقى نحشي شوية محشي حلوين كده، ونعمل قرنين فلفل للواد محمد ابني. بيحب محشي الفلفل يا حبايب قلبي، اي محشي ما بحبهوش. انا بقى بعشق الورق العنب وبموت في ورق العنب انا وجوزي ما شاء الله. طبعا هنا عملت دقية ورق عنب وعملت قرنين فلفل لمحمد. وخلصت الاكل الجميل بتاعنا حبايبي المحشي، وعملت فراخ وعملت ورك فرخة لمحمد ابني اللي مغلبني. ما بحبش البط يا حبايبي، ما بحبش الا الفراخ. وعملت الاكل الجميل بتاعنا ده وشوية شوربة واتغدينا واتبسطنا. بس يا ريت يا حبايبي. طب الحبة المحشي الحلوين دول ما يستاهلوش لايك يا حبايبي؟ وتعبي كده ووقفتي في عمايل المحشي الجميل ده، والله اسهل محشي ورق عنب ده انا بلفه بسرعة. ما باخد معايا 5 دقايق، يعني بعمل الدقية الجميلة دي ما بتاخدش معايا اي وقت. وخلصنا المحشي بقى واتغدينا، وبعد ما اتغدينا يا حبايبي هندخل على التقيل. ايه هو؟ هنعمل بقى شوية عيش مع بعض. يستاهلوا كده بقكم، والله يستاهلوا بقكم يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا منزله فيديو العيش على القناه، وازاي بعجنه وازاي بفرده. زي ما انتم شايفين انا جبت لكم ملخص الفيديو بتاعي في خبيز العيش. هنا سويناه وهنا طلع معانا العيش يا حبايب قلبي ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا عامل ازاي، جميل جدا. وشوفوا بقى وهو بيترفع في الفرن يا حبايبي ما شاء الله. طبعا طريقته حلوة جدا، لو عايزين تشوفوا الطريقة اتفضلوا على القناة والله هتعجبكم. وسهل جدا، طبعا عيش نضيف احنا كلنا عارفين ان ده عيش الفرن، يعني مش واثقين في نظافته الصراحة. بس العيش ده طبعا عاملاه على ايدك ما شاء الله، يعني حلو برضو ما شاء الله جميل جدا. زي ما انتوا شايفين اهو كده احنا خلصنا الروتين بتاعنا يا حبايبي، يا رب يعجبكم. وحبايبي برضو قولوا لي تاني في الكومنتات انا اعمل ايه، بجد والله محتارة. والتفكير يعني مش قادرة اعمل ايه من التفكير. فقولوا لي كده في الكومنتات ورأيكم، يعني رأيكم برضو يهمني. انا بشارككم في الموضوع ده، تقولوا لي رأيكم ايه. وبأي رأي كده، لان انا والله ما انت عارفة اعمل ايه. والسلام عليكم ورحمة الله.